من أهم المواقف اللي ممكن تقابلنا في عياداتنا هي إن حد كبير في السن جاي معاه الأهلية، وبنعرف في اللحظة ديت إن هو عنده مرض صعب والأهلية مخبيين عليه، وبيطلبوا منك لما تيجي تتكلم كأنه بيعاني من حاجة تانية خالص، وتخبي عليه المرض الحقيقي وأي تفاصيل تكون مع الأهلية. مقدر جدا للمشاعر اللي بتمر بيها الأسرة دي، وربنا يبعد كل ما لا خير فيه عن كل الناس، ويقدم كل اللي فيه خير، ويجعل الخاتمة حسنة لكل الناس وما فيهاش تعب لا على المريض ولا على أهليته. ولكن أول خطوات في العلاج الناجح إن لازم نوصل للمريض الوضع الصحي اللي هو فيه بكل شفافية، ولكن بطريقة آمنة هادية، تحفظ المشاعر، تحفظ الكرامة، تدي نوع من البراح في الجدية في التفكير والعقلانية في اتخاذ القرار، والتمهيد السليم عشان خاطر يعرف هو فين، ونعرفه الحلول الممكنة اللي ربنا اداها لنا في الوقت الحالي عشان نوصل بيه لبر الأمان لحد ما ربنا يكتب لنا عمرنا في رحلتنا على الأرض بسلام. لأن غير كده هنكون بندخل في دايلما، بل بالعكس احنا دلوقتي موجودين حوالين هذا الشخص، لا قدر الله حصل ظروف ومش موجودين، الشخص ده هيكون لو سأل أطباء عن حالته، يبدأ كل طبيب يبدأ من الصفر علشان يدور على إيه المرض اللي بيعاني منه، ويكون أساسا هو كان متشخص ولكن كان مفهمينه حاجة تانية خالص. فبدل ما احنا كنا عايزين نحافظ عليه هنكون بنصعب عليه ويبدأ خيوط تاني من الأول. ربنا يبارك في المحبة وفي حفظ المشاعر، ولكن تكون مشاعر صادقة أمينة محبة بطريقة صحيحة، لأن في أنواع من الحب الخاطئ إن احنا نوصل معلومة غير صحيحة للشخص. وبالشفاء العاجل، وربنا يبعد كل ما لا خير فيه عن كل الناس.